دي الحته الجوهريه المهمه في الموضوع، ان انا اللي بعد ما بفهم التركيبه بتاعه الاشكال القانونيه كلها ببدا اقترح انا حلول. انا عارف ان النشاط ده خارج الهيئه ليه استعلام امني او موافقه امنيه، والموافقه الامنيه دي ممكن تطول، والراجل مستعجل عنده عقد ولا عنده حاجه وعايز يتعاقد، وهو عايز يعمل توصيه بسيطه. اقول له التوصيه البسيطه هنعملها خارج الهيئه لان نشاطك مش 72، وبالتالي هيبقى في حاجه اسمها موافقه امنيه قبل ما نستلم السجل التجاري، ممكن تطول شويه معانا. طب ما عندكش حلول؟ عندي حلول، وحل كويس جدا، نعمل لك شركه من شركات الاموال داخل هيئه الاستثمار. طب هل النشاط ده اللي هو عايزه ده القانون اشترط انه يبدا ياخد شكل قانوني معين زي مساهمه او ما الى ذلك؟ لا، يبقى انا ليا الحريه ان انا اعمل له ذات مسؤوليه بقى شخص واحد على حسب عدد الشركاء وعلى حسب ظروف الاشكال القانونيه اللي احنا اتكلمنا عنها. كل شكل قانوني من الاشكال احنا قلنا ليه ايه؟ ليه ضوابط خاصه بيه هو. شركه ذات المسؤوليه ملهاش حد ادنى راس المال وملهاش ايداع، بتتكون من 2 حتى 50. المساهمه من 3 الى ما لا نهايه، وراس مال لا يقل عن 250، بعمل ايداع 10%. شركه الشخص الواحد شخص واحد بيديرها، راس مالها لا يقل عن 1000 جنيه، بعمل ايداع ب 100% من راس المال. فهو جه قال لي انا وشريكي، يبقى ما فيش شخص واحد. انا بقترح علينا نعمل شركه اموال. طب ما فيش شخص واحد، والتوصيه بالاسهم معقده عشان اعملها، والقانون ما اشترطش ان هي تبقى مساهمه، يبقى اعمل ايه؟ ذات مسؤوليه. ذات مسؤوليه على طول، ذات مسؤوليه. الا لو الشريك اجنبي، الا لو الشريك اجنبي، استعلام امني عن الاجنبي. لكن بره بيستعلموا عن النشاط، بيستعلموا عن الشخص ده هيمارس النشاط ده، ينفع ولا ما ينفعش؟ قد يكون الشخص ده عليه قضايا معينه مش عارف ايه ما الى ذلك، فبيستعلموا عن الشخص وبيشوفوا هل الشخص ده ينفع يمارس النشاط ده ولا في مشكله. يعني احنا هنديله سجل تجاري هيروح بقى يمضي عقود ويعمل، مش نسمح له ولا ما نسمحلوش، هم الموضوع بايديهم هم. فاهمني ازاي؟ فانا اللي بقعد اوازن ما بين الاشكال القانونيه وبعضها البعض عشان اختار الشكل القانوني المناسب للعميل والمظله اللي هيشتغل تحتها والعقبات اللي ممكن تقابلني وازاي اتجاوزها. لكن في حاجات تانية انا اقدر اتجاوزها. يعني في احد القضايا الحمد لله ربنا وفقنا وكسبناها، كان للشركه اللي هي بتاعت بورسعيد دي صادر ضدها غرامه $150,000. ليه؟ عشان الشركه دي صاحبه الشركه عملت منشاه فرديه باسمها وخدت قطعه ارض ملاصقه للمصنع بتاعها. يعني هي رئيس مجلس الاداره تملك 70% من راس مال الشركه اللي هو المصنع الكبير ده، فكانت عايزه تعمل توسع، ففي مساحه 4000 متر كانوا ملاصقين للمصنع، فهي حبت تاخدهم وتطورهم وتعمل عليهم انشاءات وبعدين تنقل ملكيتهم لمين؟ للشركه وتاخد ثمنهم من الشركه. ففي سبيل ذلك اشترتهم باسمها هي وبدات تعمل الانشاءات. المناطق الحره دي هنبقى نتكلم عنها في المحاضره اللي جايه ان شاء الله، هي نظام استثماري مختلف شويه. الارض بتبقى ملك الدوله مش ملكك انت، ده بتاخدها مقابل حق انتفاع، بتدفع للمتر حوالي $8 في السنه. انت واخد 1000 متر بتضربه في 8 وتدفع القيمه الايجاريه دي. فالارض مش ملكك، الانشاءات هي اللي ملكك. فطول حياه المشروع انت قاعد وشغال وبتدفع القيمه الايجاريه والدنيا تمام. لما تيجي تمشي او هتتنازل عن المشروع بتبيع المباني والانشاءات وبتمشي، لكن الارض مش بتاعتك، هي مقابل حق انتفاع. فهي عملت منشاه فرديه، ده برضو مهم جدا، حاجات بسيطه بس مهمه. عملت منشاه فرديه وخدت الايه المساحه اللي هو ال 4000 متر ده، تمام. فكانوا جابوا حد يعني كونسلتنت معين من دوله اجنبيه، قال لهم انتوا موزعين المكن جوه المصنع بشكل غلط، احنا لو حطينا المكن بشكل معين هيدينا وفره في الانتاج وهيوفر في عمليه الانتاج. فقالوا له اشتغل. فقال لهم طب المكن ده انا محتاج اخرجه بره المصنع واعيد تخطيط المصنع من اول وجديد وادخل المكن تاني، الموضوع ده هياخد منك قد ايه؟ 2-3 شهور. اوكي اتفقوا معاه، دفعوا له ديبوزيت وبدا يشتغل. ما عندناش مكان نحط فيه المكن، راحوا واخدين المكن حاطينه فين؟ في الارض الفاضيه. ده بالنسبه للدوله اعتبروه تاجير من الباطل، حد بيمر من المنطقه الحره، المكن ده جه منين؟ ده مشروع لسه تحت التاسيس، ارض فاضيه، ازاي عندهم مكن؟ احنا منطقه حره، المفروض هتدخل اي حاجه او هتخرج اي حاجه لازم بتصريحات وتاشيرات وموافقات عشان تدخل او تخرج، فالمكن ده جه ازاي وانتوا لسه ارض فاضيه؟ فراحوا عاملين اعتبروا ان ده تاجير من الباطل.
وراحوا فارضين غرامه من تاريخ استلام الارض لحد ما عملوا المعاينه في مساحه الارض في $8، فقالوا لهم انتم مأجرين بالقيمه دي، ادفعوا لنا بقى الرقم ده كانكم خدتوا فلوس من الشركه الثانيه مأجرين لهم. يا عم مش مأجرين لهم، هي صاحبه الشركه هنا، هي رئيس مجلس الاداره هنا، ده شخص اعتباري وده شخص اعتباري. عشان العلاقه دي تتم المفروض كانوا يعملوا تعاقد ما بينهم، واحنا كدوله ناخد فيز من هذا التعاقد. احنا ما فيش تعاقد، قعدنا نقنعهم ما فيش تعاقد تم ما بين الشركتين، هم مصرين ان ده تأجير من الباطل، وراحوا مطلعين غرامه $150,000. كسبنا القضيه ازاي؟ كلمه